العناوين. عصام الحضري يتراجع عن كبريائه ويعترف بياسين بونو كأفضل حارس في العالم، ويستحق جائزة ليفي شين. التفاصيل. أثنى الحارس الدولي المصري السابق عصام الحضري، أحد أبرز الأسماء في تاريخ حراسة المرمى عربيا وإفريقيا، على الأداء الكبير الذي يقدمه النجم المغربي ياسين بونو، حارس نادي الهلال السعودي، معتبرا إياه الأجدر بالتتويج بجائزة ليفي شين لأفضل حارس مرمى في العالم. وقال الحضري في تصريح خاص به سبورت: سعيد جدا بما يحققه ياسين بونو على الساحة العالمية، هو نجم كبير كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية. وأضاف: تصدياته استثنائية، وقد تابعنا جميعا المستوى الرائع الذي ظهر به مع الهلال في كأس العالم للأندية. بونو واحد من أبرز حراس المرمى في العالم حاليا. وتابع أسطورة حراسة المرمى المصري: سررت كثيرا عندما رأيت اسمه ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس، فهو يستحق هذا التقدير عن جدارة، وبالنسبة لي هو بمثابة أخي الصغير. وختم المتحدث تصريحه قائلا: ياسين بونو لا يمثل نفسه فقط، بل يمثل كل العرب والأفارقة، وهو فخر لقارة بأكملها. نتمنى له دوام النجاح، وسنظل دائما داعمين له بكل حب. وكشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أمس الخميس عن القوائم الرسمية للمرشحين لجوائز الكرة الذهبية لسنة 2025. وشهدت القوائم الأولية حضورا مغربيا لافتا تمثل في ترشيح الدولي المغربي ياسين بونو. وسيتنافس بونو مع أسماء بارزة، أبرزها البلجيكي تيبو كوريتو، الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، البرازيليان أليسون وإيدرسون، الإيطالي جانلويجي دوناروما، الفرنسي مايك مينيان، الألماني أندري لينار، السويسري غريغور كوبيل، والإسباني دافيد رايا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس.